النهاردة 4 رمضان أو 4 مارس. وامبارح عملت حاجة مش كويسة. امبارح مارست العادة السرية، برغم إن أنا ما كنتش الشخص اللي بيعمل الحاجات دي. أنا مش شخص فاشل، ده مش أنا. خسيت تلت وزني في سنة. عملت جسم عمري ما كنت أحلم إن أنا أوصل له. عملت فلوس عمري ما كنت أتخيل إن أنا أعملها. بنيت شخصية عمري ما أتخيل إن أنا كنت أوصل للليفل ده من الكاريزما، وإن أنا أعرف أتعامل مع الناس. بنيت عقلية ضخمة جدا، عقلية متينة جدا، صعب إن حد يهزها. وبرغم ذلك عملت اللي عملته. الموضوع غريب، أنا ما كنتش الشخص اللي بيعمل الحاجات دي. أنا شخص ناجح. أنا مش بفخم في نفسي، أنا بجد شخص ناجح. كل حاجة صح بتمنعني إن أنا أعمل الحاجات دي عملتها، عشان أنا عارف إن أنا التستوستيرون بتاعي عالي. ودي حاجة متعود عليها من وانا صغير، ومش انا لوحدي. هل ده سلوك قهري؟ هل دي حاجة معرفش اتخطاها؟ قبل رمضان او رمضان اللي فات بالارجح، انا كنت ناوي سنة 2024 ان انا اختم القرآن مرتين السنة كلها، مرة في رمضان ومرة بقية السنة. ده معناه ان انا هقرا جزء كل يوم في رمضان بس، وباقي السنة هوزعها الورد اليومي عليها. ان انا ممكن اقرا في اليوم 5 صفحات او هكذا عشان اخلص السنة. تمام، يبقى انا كده ختمت القرآن مرتين. رمضان السنة دي انا بقرا جزئين في اليوم، يعني هختم القرآن مرتين في نفس الشهر. ده لا لا الفيرجن القديمة بتاعت السنة اللي فاتت، ان هو كان قرا القرآن كله في سنة مرتين. لا، انا هقراه مرتين في شهر واحد، ومرتين بقية السنة. انا هضرب الرقم ده في 2. برغم ذلك عملت اللي عملته. انا ما كنتش بعرف اقعد اشتغل على حاجة اكتر من ساعة، ساعة ونص، من غير ما ازهق او افتح ريلز او حاجة. ما عنديش اي سوشيال ميديا من اي نوع. ما عنديش حتى اليوتيوب، عندي حاجة اسمها يوتيوب ديستراكشن فري. بوريك سكرين شوت. حتى التليفون عندي نفس الكلام، ما عنديش شورتس. ما عنديش اي ريلز، ما عنديش اي مشتتات، مش عندي. ما بسمعش مسلسلات، ما بسمعش افلام، ما بسمعش انمي، ما بسمعش. مفيش اي حاجة في يومي ممكن تضيع وقتي. وانا عشان انجح الموضوع، ان انا عارف ان انا دلوقتي شخص بيتمرن، وشخص التست عنده عالي، وشخص حياته في ليها معنى، بيعمل حاجات بيعلي من قيمة نفسه، وبيعلي من قيمة المعيشة اللي هو عايشها. وبالتالي انا راضي عن نفسي اغلب الوقت، انا طول الوقت مبسوط. انت لو جيت سألتني من سنة هل انت راضي عن حياتك، هل انت مستعد، انا لا، انا كنت بفكر في الانتحار كل 3 ثواني. فدي برضو حاجة اتغيرت. طب ايه السبب؟ ليه ده حصل؟ انا مش بعد ستريك ان انا بطلت او لا. بس خليني مثلا اسجل لك الشاشة عندي دلوقتي. بص، انا عندي عادة كده بعملها، ان انا بكتب المذكرات بتاعتي كل يوم، عبارة عن ملخص كده لليوم، قصة بسيطة جدا عبارة عن سطرين بس بتفكرني بأحداث اليوم. ودي عادة عندي من زمان، يعني بقالي كده داخل على الشهر اتعلمتها من كتاب اسمه ستوري وورثي. لازم تقراه لو انت عايز تفتكر حاجات قديمة من حياتك، بس مش ده موضوع النهاردة. اليوم اللي بنتكس فيه انا ما بعدهمش، بس اليوم اللي بنتكس فيه بعمل جنبه صح هنا. تمام. صح. صح. تمام. دي الايام اللي انتكست فيها. في باترن هنا، في باترن، يعني ممكن ايه تاخد بالك ان هو 3 4 ايام. شايف الكلام ده كله فاضي هنا، صح؟ الايام دي كلها كانت كل يوم يعني دي كله كان المفروض يبقى صح، يعني من هنا لهنا كل ده كان يبقى صح. فاهم حاجه؟ انا مش من نوع الناس، انا مش جبان، انا مش هقول لك الدنيا بامبي وانت خاول عشان ما تعرفش توصل زيي. لا، انا عارف الليفل اللي انا فيه، وانا كنت في ليفل ادنى من كده وعليت، وهعلى تاني وتالت ورابع. انا ما وريش حاجه، انا مش هخاف ان انا اقول لك ان انا عملتها النهارده لو ده شيء هيصب في مصلحتك. ولا انا مجاهر بالمعصيه بالمناسبه، انا محرج من نفسي ان انا بعمل حاجه زي كده. بس لو دي حاجه هتصب في مصلحتك برضه هقولها، عشان مصلحتي من مصلحتك. وانت ممكن تكون عارف حاجه انا ما اعرفهاش. تمام. فانا بس في رحله تطوير ذات، هي اسمها كده تطوير ذات.
يعني ما كانش في حاجه متطوره اصلا، فبطور في نفسي، بعلى في الليفل بتاعي. اقول ايه تاني؟ ولا انا مجاهد بالمعصيه، ولا انا بحب الم ريتش، ولا انا جاي اتشهر بسرعه وامشي؟ بجد مش مهتم. ولا انا جاي اعمل فلوس بس. انا جاي اعمل فلوس على فكره بالمناسبه، مش الحوار ده مش لله في الوطن كده. باخد من وقتي ومجهودي ومن درجاتي ومن اعمالي ومن كل حاجه. يعني انا دلوقتي في رمضان، اخلص الورد بتاعي اولى، فاهم؟ بس لا، انا عارف ان في حد عنده معاناه شبه اللي انا بمشي بيها دلوقتي، وعارف ان في حد ممكن يستفاد جدا من الموضوع اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده. انا ما كنتش الشخص اللي بيعمل الحاجات دي. انا كنت زي ما قلت لك، قبل علامه الصح الاولى اللي انت شفتها دي كان كل يوم. بس بالعادات اللي انا التزمت بيها، بالحاجات اللي الزمت نفسي بيها، بالصلاه بيه، لا ما كنتش كده. بقيت عايشها فعلا لهدف، وعندي فعلا حاجه بسعى لها، ومبسوط ان انا بعمل كده، وبصحى راضي عن نفسي، وبنام راضي عن نفسي، وبنام جوده النوم ذات نفسه بتبقى حلوه. يا اسطى انا بنام عايز زي العيال الصغير. يعني ايه بنام زي العيال الصغير يا اسطى؟ بنام دماغي فاضيه، مع اني ما بعرفش انام طول النهار على فكره، بس ساعه لحظه النوم نفسها برتاح، بجد برتاح، بقوم حاسس ان انا منتعش كده. انت ممكن تكون مش فاهم انا بتكلم في ايه، عشان الاحساس ده انت ما عشتوش من زمان، بس بجد انا بنام بصحى منتعش، بصحى حاسس ان انا اتصلحت، فاهم؟ دخلت الصيانه كده. ليه؟ عشان بنام يا اسطى وبصحى اكمل جري ومبسوط. فانا ده كله بفليكس عليك، ببين لك ان انا ما كنتش الشخص ده. انا عايش عشان حاجه مهمه. بالمرة كده برضو أنا بمنتج الفيديو دلوقتي، عشان للأسف ما عنديش وقت تاني أمنتج الفيديو فيه. تمام. ما عنديش وقت تاني أمنتج الفيديو فيه، عشان بكرة ورايا كويز. بكرة ورايا كويز فعلا في الكلية، مثلا محتاج برضو أسافر بكرة، أو مش بكرة، ده كمان ساعتين أصلي الفجر وأمشي. ومفيش وقت إن أنا أخلص الفيديو ده على آخر الأسبوع غير دلوقتي يعني. فده الوضع. ليه ده حصل؟ برضو ليه ده حصل؟ هقول لك ليه. انت عشان تبطل ادمان باي شكل من الاشكال لازم ما تتعرضش للمسببات. تمام. للاسف ادمان الاكل والاباحيه دول حاجات فطريه، غرائز الجوع والرغبه الجنسيه، دول غرائز فيك مخلوقين جواك. تمام. انا دلوقتي خسيت واقدر اخس اكتر من كده، واقدر انشف اكتر من كده، والحمد لله دلوقتي انا وصلت لمرحله تضخيم عمري ما وصلت لها في حياتي. هخلص رمضان وهبدا فتره تنشيف، وهتشوف جسم فاجر 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 من الاخر ان شاء الله. تخطيت رغبة الأكل مع إن دي أكتر حاجة بحبها. تمام. كنت بعشق، ما أعرفش أعدي اليوم من غير ما أشرب 3 كوبايات شاي بسكر كده. السكر مش السكر 3 معالق، لأ أنا بدب من لغاية نص الكوباية. أيام زمان كنت بجيب كيس شيبس أبو 20 جنيه اللي هو قد كده دلوقتي كده، حجم عائلي دبل. بجيب كيسة عيش من أم 10 اللي هي ب50 دلوقتي، العيش ده كله بيتاكل بعلبتين جبنة فيتا كده وعلبة جبنة بتاع، فاهم؟ تقريبا كل يوم أو بما يعادله. بخش ب 8 9000 كالوري في اليوم عادي. ده الروتين، ده رقم طبيعي بالنسبة لي. اغلب وقتي دلوقتي، اغلب اكلي دلوقتي جبنه قريش، وما اقدرش اكل حاجه غير كده، وبيض. شكرا. فاهم ازاي؟ ومستمتع. انا فاكر انا اكلت مره يا اسطى اللي هو البروتين بافس دي، اللي هي الشيبس اللي عامل زي البروتين، بطني وجعتني. والله بطني وجعتني، انا قعدت يوم كامل في الحمام وفعلا بطني وجعاني. مش متعود على الطعم الصناعي، انا ما كنتش الاكل ده غريب عليا. انا انبسطت لما انا لما رغم ان انا الاسهال وحاجه اخره ربنا ما يوريك، بس انا انبسطت. انا خلاص جسمي اتعود على الاكل ده، ما كنتش بعرف اكل حاجه غير كده، ما كنتش بعرف اكل غير الحاجه اللي ربنا خلقها. وده باين عليا لون بشرتي ونضارتها، وان انا اصلا الحمد لله بتوضى كتير. فالحوار ده يا اسطى مؤثر على جوده النوم، مؤثر على جوده الصحه، مؤثر على جوده التمرين. اللي هو انا دلوقتي ما كنتش بتعب زي الناس ما بتتعب في ان هي تشيل وزن اتقل من اللي شالته المره اللي فاتت في الجيم. انا ممكن اتقل من 35 ل 40 في اسبوع واحد، والاسبوع اللي بعده ممكن العب بال 45، كله في اسبوع. فاهم؟ عضلاتي بتنمو اكبر، عضلاتي بتنمو اسرع، وظائف الحيويه شغاله بكفاءه اكبر واكتر واكتر، تفكير ذات نفسه اكتر واكتر واكتر، عشان باكل كارب. ما بقولكش مش باكل كارب، انا باكل كارب عشان بضخم. بس اللي في ضباب على دماغي، بس عمره ما هيكون زي اي حد بياكل سكر، عمره ما هيكون زي اي حد بياكل اندومي واطعام صناعيه ونكهات صناعيه واي حاجه من الخرا دي. تمام. فما كنتش بعمل الحاجات دي. انا بقيت فايق اغلب الوقت، فايق بتكلم. كنت بتوه منك في نص الكلام كده، تلاقيني مره واحده وانا بتكلم معاك انا راحت بعيد. انا شخص كده، انا شخص بصري. انا اصلا حوار غض البصر ان انا اتعلم الحوار ده، اللي هو بالمناسبه من اهم مفتاح الاساس عشان تبطل ادمان الاباحيه بالذات،
غض البصر. هو سمونها مصطلح تاني كده في الغرب. انا لو قلت لك غض البصر انت تقول لي لا بتاع دين بقى ده وشيخ وعامل لي فيها بتاع، صدقني هم بيقولوا اكتر حاجه مفيده هناك اللي انت عشان ما تتعرضش لاباحيات، ما تتعرضش حاجه اسمها السوفت بورن. سوفت بورن اللي انت تشوف بنت في وضعيه او بملابس فاتنه، فاهم؟ حته من الكتف، حته من بتاع. وبالمناسبه الناس اللي اتعمقت في الحوار ده قال لك اخر حاجه تشوفها من البنت ايديها ووشها. وشها ده برضو كتير، فاهم؟ مش الكلام ده مش من عندي، هحاول اجيب لك مصادر بس انا مكسل. فده بالفعل انا بعمله. انا ما بتفرجش على مسلسلات، ما بتفرجش على اي حاجه حرفيا يا اسطى. انا اليوم ما فيهوش اي حاجه، يا بكتب يا بقرا يا بعمل حاجات يا العبادات بتاعتي يا بتمرن يا بشتغل. ما فيش حاجه في يومي ممكن تضيعني، ممكن تخليني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. وقتي كله بتاعي. بتمرن فوق الثلاث ساعات في الجيم وانا مبسوط، عشان ما فيش حاجه ممتعه اكتر من كده ان انا اعملها في اليوم، وبرجع مبسوط. مش بحس ان انا ضيعت حاجه في الفاضي خالص. مش بحس ان انا ضيعت اي لحظه من اليوم بتاعي. بنام مرتاح وبصحى مرتاح. مفيش احلى من الاحساس ده صدقني. كل اللي انا هريت لك فيه تقريبا العشر دقايق اللي فاتوا دول ده بس عشان اوريك ان انا ما كنتش الشخص اللي بيعمل الحاجات دي. انا ما كنتش القرد الصغير اللي بيقعد يلعب في بتاعه 24 ساعه. ده مش انا، ومش في رمضان. وبرغم ذلك، برغم كل اللي حصل، بعدها على طول لبست هدومي ونزلت الجيم. تمام. مرنت تمرين، رجعت اغتسلت، الفجر كان أذن، اتسحرت والفجر أذن على طول، ست صليت الفجر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مش أي مشكلة، ولا كأن حاجة حصلت. عشان لو كبرت الموضوع اكتر من كده ما كنتش زمان رحت الجيم، كان زمان قعدت نتن لغايه بعد الفجر، ممكن زمان فوتت الفجر يا جماعه، وده في رمضان. كان اليوم كله هيبوظ بناء على الحاجه الغلط اللي عملتها. انا عملت غلط، بس مش هينفع اخلي ده ياثر عليا، ياثر على حياتي. مش هينفع، انا مش فاضي. فمهما حصل، مهما كان ذنبك كبير، مهما كان الحاجه اللي عملتها في حق نفسك كبيره، ان شاء الله يا سيدي لو زنيت لا قدر الله، ما تخليش دي حاجة تعطلك عن الباقي. ما تخليش دي حاجة تجرك لورا وتسلسلك. مش هقولك تمشي من غير ذنب، لا، كون محرج ان انت عملت حاجة زي كده. كون محرج ان انت خلاص اقريت في نفسك ان انت ما كنتش الشخص اللي بتعمل الحاجة الخرا دي، انت ما كنتش الشخص اللي بيعمل الحاجات دي، انت شخص ناجح. بس في نفس الوقت انت لو عملتها حادثة، حاجة حصلت، حاجة عرضية حصلت، فاهم؟ وتبدا تتعامل معاها بعد كده بعدين. فانا هقول لك الحاجات اللي انا بمشي عليها عشان الموضوع ده ما اعملوش، وهقول لك ليه اصلا اليوم اللي انا ماستربيتد فيه ليه ده حصل بالظبط. دلوقتي الحاجات اللي انا بعملها باختصار: ما بعملش ستريك، ما بعدش الايام اللي انا مبطل فيها، عشان ده انا كده بمحور حياتي حوالين الحاجه دي بس، وده تخلف. في ناس بتقول لك ان هو ده معجزه ان انت عديت اليوم من غير ما تمارس الادمان بتاعك، سواء اكل سجاير اباحيات، ده معجزه. ولازم تكون فخور ان اليوم عدى من غير ما والمعجزه دي حصلت. انت بتتكلم ازاي؟ انا كل يوم هيجي لي معجزه؟ انا كل يوم هيحصل كده؟ ما كلها 3 4 ايام وهرجع تاني، ممكن ارجع اسوأ من الاول. ده مش في حاجه اسمها معجزه. قط شيل يا طويل العمر، شيل بجد. انت ما فيش، مش ينفع تعمل اكتر من كده تاني. مش ينفع تكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه ده لو انت عايز تعمل حاجه في نفسك يعني. تمام؟ مفيش ستريك، مفيش جلد، حس بالذنب اللي هو الذنب اللي هيرجعني لورا. يعني انا مثلا لو اليوم ده قلت لا على اللي انا عملته ده، وقعدت نيت زي ما انا لسه حكي لك من شويه، قعدت وبتاع بقى ولغايه الفجر على جنابه، مش عارف اصلي، مش عارف اصلي انا على جنابه. لا، مشيت الليله، نزلت الجيم على طول. كنت بلعب وانا زعلان، بس في نفس الوقت اول ما بدات التمرين جات لي فكره الفيديو ده.
فانا فرحت ان انا جات لي فكره الفيديو ده، ان انا وانا بتمرن، عشان ان انا دلوقتي هقول لك حاجه انت نفسك تسمعها، هقول لك حاجه انت محتاج تسمعها. يعني لك ان تتخيل دلوقتي لو الفيديو ده انتشر بعد سنه واثنين ثلاثه اربعه وشافوا 100,000 نفر، في اتنين تلاته، انا مش عايز غير اتنين تلاته دول، اتنين تلاته دول حياتهم اتغيرت للابد دلوقتي بسبب الحاجه الغلط اللي انا عملتها. فاهم؟ فده العقليه اللي انا ماشي بيها دلوقتي. انا زعلان وندمان اللي انا عملته، بس انا دي حاجه هتخليني ابقى احسن، او هستغلها في انها تخليني تبقى احسن. هحط الطوبه اللي انا اتكعبلت فيها سلمه عشان اطلع لفوق. امسح السوشيال ميديا، دي حاجه مش ينفع نتناقش فيها اصلا. تمام؟ السوشيال ميديا بتعرضك لحاجه اسمها سوفت بورد. مفيش يا اسطى اي ذره سوشيال ميديا بنت كلب في اي وقت في اي مكان في اي حته على تليفونك مش هتشوف من فيها صوره واحده متبرجه او صوره واحده هتسيرك جنسيه. انت بس بتوصل لمرحله، بص اقول لك على حاجه، انا رحت اتمرن في مره الحوار ده، انا قعدت ان انا حرفيا ما اشوفش اي بنت. انا على فكره انسان بصري. يعني ايه انسان بصري؟ انا ذواق بطبعي، فبحب اشوف كل حاجه. الاغاني للاسف ده ذنب لسه مش عارف ابطله، بس الحمد لله في رمضان لحد ما ممكن بسمع بعد الفطار او حاجه. بس دي الحاجه الوحيده اللي انا شايفها اكبر مصيبه عندي دلوقتي. تمام؟ دي الحاجه اللي ممكن اعملها، ممكن بتتعمل كل يوم، اكبر مصيبه بالنسبه لي دلوقتي. تمام؟ برغم ان هي حاجه بتتعمل كل الناس بتعملها، بس بجد انا شايفها مصيبه بالنسبه لي كبيره. وللاسف عشان انا انسان ذواق، انا سمعت كل انواع الاغاني اللي في الدنيا، وصلت لمناطق في الجاز، وصلت للفنون يعني بص سمعت حاجات، سمعت اغاني اللي هو ترايبالس. بص يا اسطى، مفيش صنف من اصناف الاغاني ما سمعتوش. تمام؟ عشان انا انسان ذواق. مفيش صنف من اصناف المونتاج والجرافيك ديزاين، وان انت تعمل حاجات وترسم وتخطط كل انواع الفنون عرفتها، كان ليا سهم في كل حاجه كده زي ما بيقولوا. يعني مفيش حاجه في الدنيا بصريه او سمعيه، حاجه فيها روح فن روح احساس، ان انا ما سمعتهاش او ما شفتهاش. فانا انسان بصري. يعني انا مثلا جيت ابص لقيت بنت، خلاص بنت المفروض ما ابصش عليها، 3 ثواني ببص تاني يا اسطى. فاهم؟ بنسى. انا كده، انا دماغي شغاله كده، لازم على طول كل حاجه تكون حواليا اكون مدرك بالمحيط بتاعي كله. للاسف دي حاجه فيا، بس دي حاجه مفيده لو استغلتها في المكان الصح. بس المكان اللي انت ماشي فيه مفيش حاجه فيه صح، فطبيعي اللي انت تبص مره واثنين وثلاثه. عشان كده يعتبر ما بقيتش بطلع. لو بطلع في مكان بكون بطلع في مكان بالليل مثلا خالص، عشان اروح الجيم بالليل ما اشوفش اي بنات. هكذا هكذا هكذا. فاهم؟ عشان انا ممحون. مش هقول لك ان انا يعني اللي جامد وبتاع، لا يا اسطى، انا عايز اتجوز وعايز كده، عشان هو بيقول لك اصلا الجواز احسن للفرج واغض للبصر، الباكج كده بتاخدها. دي حاجه مش معايا، وانا التستوستيرون بتاعي عالي عشان انا بعمل كل حاجه صح المفروض اي حد يعملها في سني. فصحتي حلوه وفايق طول الوقت، وعايز اعمل حاجات طول الوقت، ومش عندي امكانيه ان انا اعمل كده. والبورن بينادي عليا من الناحيه التانيه، اللي هو احا، ولاغي كل السبل ان اي حاجه زي كده توصل لي. زي ما قلت لك مش عندي اي سوشيال ميديا، مش عندي فيس ولا انستجرام ولا تيك توك ولا ما بسمعش الحاجات دي خالص. حتى ستيتس الواتساب بعمل ميوت للشخص اللي انا عارفه مش بينشر حاجات كويسه، او ما بنشرش فتره بنشر اغاني بيعمل اي حاجه، اعمل له ميوت. مش عندي. فاهم حاجه؟ مش عندي اي حاجه. برغم ذلك إيه اللي حصل بقى اليوم الفطار اللي حصل فيه هذه الواقعه؟ اهلي بيحبوا يتفرجوا على رامز والحاجات دي، اللي هو البرامج المتخلفه اللي بتيجي على التلفزيون، من باب بس ان هي بتبقى بتلذذ الجو كده وكده. انا ما بسمعش الحاجات دي، ما بحبش اسمعها. بس انا كنت قاعد والبتاع مفتوح، فزي ما قلت لك انا بصري، فاتفرجت. مش فاكر بقى جاي في ايه. الاعلانات يا اسطى مفيش فيه اعلان عدل. يا لهوي مفيش ولا حاجه عدله يا اسطى، كلها على الفروزه، بنات على الفروزه، اللي هو احا اعمل لكم ايه؟ فاهم؟ فده حط بذره في وداني في دماغي اي حاجه بقى، وقعدت تكبر 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 لغايه ما وصلت للمرحله دي. فاهم؟ شفت كميه بنات في اعلانات ما شفتهاش في الشهر كله. دي حاجه غلط. انا ما خدتش بالي. انا كنت عامل ايه؟ ان انا كنت لاغي الحاجات دي وخلاص. تمام؟ لاغي اي مصدر. لدرجه ان انا برضو في يوم كنت بتمرن، كل الحاجات دي شغاله، كل بقى الديفندرز اللي انا عاملها، الدفاعات بتاعتي، كل حاجه، مفيش اي مشتتات، مفيش اي حاجه فيها نسوان، مفيش. كان معايا علاقات معاهم لغيتها كلها عشان بس اعرف اركز في اللي انا عايز اركز فيه. ومع ذلك جه في مره وانا في الجيم وكنت بسمع اغاني، الالبوم عليه صوره بيلي ايليش. تمام؟ حرفيا يا اسطى صوره عاديه خالص، يعني حته من كتفها عامله كده، هي عامله كده، بس الصوره اللي هي مش عايز اقول اسم الالبوم عشان ما تدورش عليه. المهم يعني هي عامله كده. تمام؟ وكله دهبي في دهبي.
مفيش غير حته من كتفها، انا وشي حمار فاهم، انا سخنت ووشي حمار من كتر ان انا هجت. اقل حاجه تحفزني، ودي حاجه حلوه، انا كده قلبي سليم. ده الطبيعي، ده الطبيعي يا اسطى. أصل انت لو دلوقتي في انسان الكهف وراجل قوي وعندك تيست عالي وعندك قوه عاليه، شفت واحده عجبتك، طير يا معلم فاهم، تكاثر بقى واعمل الحاجات اللي انت نفسك تعملها. بس احنا مش ما عدناش عايشين في الزمن ده، ما عدناش نقدر نمارس حقوقنا زي ما بنمارسها فاهم. فالموضوع صعب، فلازم عما توصل لحاجه تريحك وترضيك انت تاخد تدابيرك الوقائيه اللي انت تحمي نفسك. ده اللي انا اخترته. وبجد انا دماغي رايقه طول اليوم. عارف يعني ايه رايقه دي؟ دي عندي بالدنيا، دي عندي بالدنيا بجد. انا لحد فتره قريبه ما كنتش بعرف انام غير بسجاير. ماشي. عارف يعني ما كنتش بعرف انام من غير سجاير؟ انا كنت بحط راسي على المخده، طافي النور، مفيش تليفون، كل حاجه ضلمه، باصص السقف، نايم على ظهري 4 ساعات، 4 ساعات على السرير، مفتح عيني كده اهو، مش في نوم. ليه؟ كميه شغل، كميه حاجات، مدمن اباحيه، مدمن، مش عارف اعمل اي حاجه. فانت من ناحيه عندك ذنب اللي انت مدمن، ومن ناحيه تانية وراك كميه حاجات المفروض تعملها. انت مش في الليفل اللي مش يخولك اللي انت ما تعملش الحاجات دي، مش عندك الرفاهيه اللي انت ما تعملش الحاجات دي فاهم. فكنت قاعد اتقطع من دماغي، بتتقطع. برغم ان انا اليوم اللي فتره كنت بشرب فيها سجاير دي، كنت كل ما اشرب سجاير انام وانا بكح، وانا كنت عارف ان انا بصحى من بكح كتير، وانا بتبقى حمرا وببقى تعبان وزوري وجعني من كتر الكحه طول ما انا نايم. بس انا اخترت ان انا اكح وانا نايم احسن ما انامش خالص. فاهم وصلت لايه؟ الحمد لله الذي عافانا. بس بجد الليفل اللي انت عايز توصل له، او لو الليفل اللي انت فيه وفي حاجات عايزه ترجعك لورا، دي مش ينفع حاجه تكون فيك. ما تتفرجش على محتوى بيقول لك تبطل العاده السريه، تمام؟ خلي ده اخر فيديو تسمعه، خلي ده اخر فيديو انت تسمعه. ممكن انا هعمل كورس مجاني للكل في تفاصيل التفاصيل وكل خطوه خطوه. انا بس انا متهيألي انا عملت كل حاجه النهارده انا محتاج اقولها قلتها النهارده. بس هكون بقى متنظم اكتر وعامل نقط ومظبط الدنيا اكتر في الكورس ده. هينزل كله ساعه الا تلت، ساعه ساعه الله اعلم، في كل خطوه بالتفصيل اللي انت تمنع نفسك من الحوار ده. والحوار بيلفل. يعني ايه بيلفل؟ يعني انت مثلا كل يوم بقت يوم، ويوم بقت مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، تبقى مره في الشهر فاهم. انا هلفل، ولما اوصل على الليفل ده هكون خلصت الكورس، عشان انا هجرب الحاجه دي في نفسي قبل ما، يعني مش هينفع تكون مش نافعه معايا ومش هوديها لك فاهم. بس بجد الحوار نفع اكتر من اي حاجه انا جربتها في حياتي، اكتر من اي حاجه انا جربتها في حياتي فاهم. وخليك حط حاجه في دماغك برضو، الحاجه اللي انت اتربيت عليها من وانت عندك 12 سنه وبتديك لذه بنت كلب عمرك ما هتاخدها من مخدرات تاني. مخدرات مش هتلاقيها في الحاجات دي، مش هتلاقي كميه الدوبامين دي اللي بتلاقيها حتى من المخدرات وفي السن الصغير ده. فانت دماغك اتكونت على كده. موضوع صعب اللي انت ترجع، مش هقول لك مستحيل بس شبه مستحيل فاهم. بس لا، في ناس عملتها وانت مش بعيد عنهم وانا مش بعيد عنهم، تمام؟ انا مدرك ان انا في مرحله خطره، بس انا بعمل حاجه قصاد ده فاهم، مش قاعد واقف مكاني. كل مره هعمل لك فيديو هقول لك ان انا مش قاعد واقف مكاني، دي جمله مش هتفرق لساني، بتحرك. عايز تعمل ايه في يومك؟ نصيحة: اشتغل على بيزنس، اتعلم حاجة جديدة، اعمل الفيديوهات دي. هنزل لك فيديوهات بالتفصيل اللي انت ازاي تصلح حياتك. هيبقى عبارة عن كورس مجاني برضه، ساعة ساعة ونص، تبدأ فيه من الصفر زي ما انا بدأت من الصفر، تعمل في حاجات عمرك ما كنت تتخيل انت ممكن تعملها، نفس الكلام. فهيبقى كلام كويس يعني ان شاء الله. إيه، حاليا كل ما تجيلك الرغبة حاول على قد ما تقدر بسرعه تغير المكان اللي انت فيه. لو عندك حد تعرف تكلمه ويجي لك في ساعتها، يعني خد الحوار خطر بجد. بس انت بص، لو مثلا عرفت تعمل حاجه اللي انت تتراك بس الانتكاسات، يعني انت بس ايه تتتبع الانتكاسات مش اكتر، وهتلاقي نفسك في باترن كده. اعملها شهر بس، شوف انت بتعملها كم مره في الشهر، تمام؟ هتلاقي نفسك مثلا مره كل يوم، مره كل يومين، لا مره كل يومين. فانا اليوم ما عديش 3 ايام عليا غير ما كنت طالع مع فلان ده فاهم. ما عديش 3 ايام عليا غير ما كنت طلعت بره عملت تمرينه كبيره او عملت حاجه كبيره نفسي اعملها فاهم. ما
تصرف انت خلاص عرفت الباترن بتاعك، انت بتهبط هنا، لا انت تشغل حاجه تانية، هتلاقي مشكله جديده طلعت هتعالجها بحاجه تانية، وهكذا انت كده بتتطور في تطور مستمر. ابسط حاجه ممكن تعملها اللي انت تروح تخش الحمام، تمام، تطرطر حرفيا، مفيش ابسط من كده. هتلاقي مع بدايه عمليه الطرطره بجد ما بضحكش على الكلام اللي انا بقوله، هتلاقي الفكره راحت والموضوع ذات نفسه طار من دماغك مره واحده كده، كمش فاهم. فدي حاجه كويسه، جربتها اكتر من مره كتير، نفعت تمام. بس ساعات بقى الواحد بينسى، فاهم؟ فانت عندك كذا سلاح عشان لو نسيت من هنا تفكر من هنا، لو نسيت من هنا تفتكر من هنا، فاهم؟ فخلي الدنيا ماشيه معاك كده. برضو خلي بالك في حاجه، انت دماغك ربطت اللي انت تشوف حاجه، تشوف بنت او بتاع، اللي انت يجي لك استثاره، وبعد الاستثاره معناها ان انت خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك، فاهم؟ لا، الموضوع ده انت اتربيت عليه سنين، خليك فاكر تاني، وهقول لك تاني وتالت ورابع، الموضوع ده انت اتربيت عليه سنين، دماغك تكيفت على كده حرفيا. يوصل لو جبت دلوقتي تركيبة دماغك والصورة الدماغية بتاعتك هتبقى أسوأ من صورة دماغية لشخص مدمن كوكايين. دماغك اتشكلت، الأجزاء اللي في المخ اللي هي مسؤولة عن القرارات الحكيمة والتفكير العقلاني والذاكرة وي وي وي، كل الحاجات دي منكمشت مدمرة، فاهم؟ عشان كده انا حاسس بتأثير التبطيل اللي انا فيه، انا حاسس بالتأثير اللي انا فيه، انا بجد ذاكرتي اتحسنت كتير. الكلام ذات نفسه يا اسطى، الكلام ممكن تكون شايفني ما بعرفش اجمع كويس، او ممكن تكون شايفني بسقط كلمه كلمتين بنطق كلام غلط، بس صدقني ده 100 ضعف اللي انا كنته من شهرين او من شهر، فاهم؟ 100 ضعف اتحسن، والله 100 ما ببالغ، والله العظيم 100. فالموضوع يستاهل، الموضوع فعلا يستاهل. بس اتمنى اكون استفدت حاجه. الشخص يعني انت مثلا ساعه ما قلت لك كلم فلان، خلي فلان ده حد من الديسكورد عندنا، كل الولاد هتكون شبهك وكله عايز يبطل، فليه ما تكلموش بعض، فاهم؟ خش على الديسكورد، مش لازم تشترك يا عم، يعني ال 200 جنيه اللي انت هتدفعها، فاهم؟ ممكن تخش على الساحه العامه وتعمل كده وخلاص. يعني انا بقول لك انت ازاي ما تشتريش الحاجه بتاعتي، بس 200 جنيه دي بفلتر بيها الناس من الجد مش اللي جد، عشان افصلهم من بعض، عشان مش عايز حد يخش مش يكون فاهم حاجه والموضوع ببلاش وتبقى مبوله حرفيا كله يخش يطرطر فيها. لا، لو حطيت اي مبلغ حتى لو رمزي، هنفلتر الناس بقى، نشوف مين اللي هيخش ومين اللي مش هيخش، والفلوس دي كده هتعمل بيها محتوى اكتر، يعني نعمل بيها محتوى اكتر والدنيا هتكبر يعني، وهعرف اشتري حاجات اطور بيها من نفسي بدل ما انا بصور بكشاف. فاهم ازاي؟ زي ما قلت لك ما تحسش بذنب، التزم بوردك، انت كست يوم مش مشكله، اعمل تدابيرك تاني، خد حذرك تاني. طبعا امسح السوشيال ميديا دي ما فيهاش كلام، مفيش حاجه تانية اقدر اقول لك ان انت تعملها، مفيش حاجه تانية اقدر ان انا اقول لك اعملها، بس صدقني الحاجات دي لوحدها هتغير حياتك، مش 180 درجه، يعني 360 درجه زي 180 درجه، فاهم؟ إيه، مفيش احسن من كده، مفيش خدمه ممكن تقدمها لنفسك في المستقبل احسن من دي. ثق فيا وثق في اللي انا بقوله، عشان انا انسان فعلا غيرت من حياتي، اللي انا فيه دلوقتي مجرد كعبله. زي ما قلت لك، هاخد الطوبه اللي اتكعبلت فيها اخليها سلمه. اشوفك على خير ورمضان كريم.